السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. عايزين نتكلم في الفيديو ده عن حاجة كويسة جدا للطيور بتاعتنا. ازاي ندي للطيور بتاعتنا حاجة كده بتكافئ العلف، يعني تديهم نفس الفايدة اللي العلف بيديهولهم. طبعا احنا عارفين قد ايه العلف غالي. عشان كده احنا جايين النهاردة نتكلم عن اكلات طبيعية هتغنينا عن العلف الغالي، وفي نفس الوقت هتخلي الانتاج ثابت، ما يتغيرش. وبعيد عن الانتاج، الاكلات دي طبيعية، يعني مش هنلجأ بقى للعلف الغالي. العلف طبعا بما ان الحاجات دي طبيعية، العلف بيبقى فيه تأثيرات ومواد كيميائية ومواد عضوية احيانا ومواد غير عضوية. كل الكلام ده لا، احنا مش عايزين يعني نحاول نتجنبه على قد ما نقدر. احنا هنجيب حاجات طبيعية من البيت او من اي مكان نشتريها، وهنقدر من خلال الحاجات الطبيعية دي ان احنا نحافظ على الطيور بتاعتنا، على انتاج الطيور من غير ما نصرف كتير. طبعا اهم حاجة احنا عايزين يعني مصاريف اقل وايراد اكتر. طبعا العلف بقى غالي جدا، كل يوم سعره بيزيد. المزارع الصغيرة خلاص مش عارفة تكمل او تعمل ايه. عشان كده احنا كتربية بيتي انا جايبه لكم النهاردة الحل اللي هيخلي الفراخ بتاعتك تاكل كويس، تنتج بيض باستمرار من غير ما نصرف مصاريف كتير. زيادة على ان هي اكلات طبيعية بسيطة موجودة في كل بيت، بس لو استخدمناها صح، لو استخدمناها صح هتغنينا عن العلف الغالي، هتخلي الانتاج ثابت طول السنة. فلازم تركزوا معايا كده لغاية نهاية الفيديو. فعلا هيفرق معانا فرق كبير جدا، هيجيب نتائج ايجابية مهمة للطيور بتاعتنا. احنا بنعتمد على الاكل الطبيعي لان العلف الصناعي بيبقى مليان مواد محسنة والرافع للنمو، او حاجة بتسرع النمو. بس كمان على الرغم من ان المميزات دي فيه، لكن هو فيه برضه نسبة سموم فطرية عالية لو مش متخزن كويس. وحتى لو متخزن كويس بيبقى برضه فيه نسبة بس مش عالية ان الطيور تنفع تستحملها. غير ان الطيور ساعات بتزهق من العلف. على فكرة لو انت فضلت تحط لهم علف على طول هتحس ان هم زهقانين منه، بيحصل لهم كده حالة من الملل من العلف، او هو ما بيتهضمش كويس. لكن الاكل الطبيعي بيساعد في الهضم، بيقوي المناعة، بيخلي الطعم واللون في انتاج البيض احسن بكتير. يعني احنا كده كسبنا صحة جيدة للطيور بتاعتنا، انتاج كويس، طعم مميز. كسبنا حاجات كتير، يعني حاجات مع بعضها كده. اول اكلة لازم نركز عليها في الفيديو بتاعنا النهاردة هي خليط الحبوب المنقوعة. ده اول وصفة معانا. يعني ايه حبوب منقوعة؟ يعني هنجيب شوية ذرة مجروشة كده، دشيشة يعني، زي معاهم برضو شوية قمح، معاهم شوية فول بلدي او فول صويا عشان البروتين، وننقعهم في مية لمدة 24 ساعة. المنقوع ده لما الفراخ بتاكله طبعا بيكون اسهل بقى في الهضم، وفي نفس الوقت غني بالبروتين الطبيعي. كمان النقع ده بيزود نسبة الفيتامينات اللي في الحبوب، وبيكسر المواد اللي بتمنع الامتصاص او يبقى امتصاصها صعب. دي وجبة بنحطها مرتين في الاسبوع بدل من العلف الصبح. هنشوف بقى نشاط، صحة كويسة، زيادة انتاج، حاجات كتير جدا هتلاحظيها. هتلاقي ان الفراخ مرة في مرة كده بدأت تستغنى عن العلف بشكل جزئي، وده هيفرق مع الطيور وهيبقى واضح جدا تأثيره على الطيور بتاعتنا اللي احنا بنربيها. أكلة تانية معانا هي الخضرة المفرومة. دي أكلة مهمة جدا برضو. أكلة الخضرة المفرومة مهمة برضو. بواقي خضار عندك بيكون في نسبة بروتين برضو، يعني مثلا جرجير، بقدونس، خس، كزبرة، فجل، كرنب. نحاول نجيب شوية قد شوية صغيرين كده بيكون فيهم بروتين. واكتر خضار فيه بروتين هو البرسيم. زي ما احنا شايفين قدامنا كده، احنا مخرطين برسيم اهو. الارانب الصغيرة بتاكل منه. بنقطع البرسيم حتت صغيرة كده وبنخلطه مع شوية رده وذرة ناعمة
الخضرة دي بتزود الفيتامينات اللي في الجسم الطيور بتاعتنا، خصوصا فيتامين A و B اللي لهم علاقة مباشرة بالإنتاج. كمان بتنشط المبايض، بتخلي قشرة البيض قوية بشكل كبير متماسكة، يعني مش يعني صلبة كده، لا البيضة برضو صالحة لعملية الترقيد والفأس. تالت أكلة معانا النهاردة وهي أكلة مهمة جدا برضو، هي بواقي المطبخ المغلية. بواقي المطبخ المغلية يعني الناس زمان كانت بتستخدم بواقي المطبخ، يعني بواقي الرز، بواقي البطاطس، قشر الخضار، العظم، بس كانوا بيحطوه كده يغلوه غلوة حلوة عشان يموتوا أي ميكروب فيه. ناخد بالنا إن الأكل اللي احنا بناكله ساعات بيبقى فيه ميكروبات. الوجبة دي فيها طاقة رهيبة بتزود الدسم اللي بيحتاجه الطيور عشان يدفي نفسه في الشتاء من غير ما يزود دهون، لأن دهون الطيور أغلبها من الكربوهيدرات مش من الدهون. ناخد بالنا ما نحطش بصل كتير في الأكل، لو في بصل كتير يبقى نوزعه على كمية كبيرة، ونضيف عليه شوية حاجات تانية برضو. لو في ملح أو توابل كتير ما نقدمهاش، خصوصا لو ملح، إنما لو شطة وفلفل أسمر الحاجات دي مفيدة بالنسبة للطيور في الشتاء. الملح بيبقى فيه مشكلة، ناخد بالنا نخلي الأكل اللي احنا بنعمله حتى لنفسنا الملح فيه ما يكونش زيادة عن اللزوم، عشان طبعا عارفين ان الملح زيادة عن اللزوم بيأذينا احنا، لانه بيرفع الضغط جدا. اكلات بسيطة مغذية بتبقى يعني في المطبخ بتاعنا بيكون فيها نسبة من الدسم، نسبة من الدهون، نسبة من البروتين اللي دايب في المية، كل ده بيساعد الطيور على زيادة الانتاج بشكل كبير جدا. معانا أكلة كمان دي تعتبر من الأسرار اللي الناس كتير مش عارفينها في تربية الطيور، دي منجم طاقة معادن، خصوصا الحديد والمنجنيز، بتفتح شهية الطيور، بتزود المناعة. معلقة صغيرة منه في لتر مية مرتين في الأسبوع كفاية، هيخلي الفراخ كده بتتنطط قدامنا نشيطة. هيفرق معانا فرق كبير جدا، لأن العسل الأسود من الإضافات اللي بتمنع الكسل عند الطيور، بتمنع الخمول اللي ممكن يحصل في الجو البارد ده. يعني في البرد بنلاقي الطيور عندها كشاشان، عندها نوع من انواع الخمول، ما بتحبش تتحرك، كل ده بسبب البرد. ولكن احنا ممكن نحافظ على الطيور بتاعتنا ضد الحاجات دي عن طريق حاجة زي العسل الاسود، معلقة بس على لتر مية، بتدي طاقة، بتدفي الطيور، بتدي فوائد تانية كتير جدا الطيور فعلا بتبقى محتاجة ليها. هنشوف في النهاية تأثير ده في الانتاج، هنشوف في تأثير ده في البيض، حاجات كتير جدا. في خلطة سحرية كده فيها حاجات كتير مع بعض هتفيد الطيور بتاعتنا في الشتاء. هنحط كركم زائد حلبة مطحونة زائد زنجبيل زائد قشر رمان ناشف مطحون، شوية نعناع مطحون. نحط معلقة صغيرة على كل كيلو علف على أي وجبة حبوب أو حتى بواقي الأكل. دي مش بس بتحسن الهضم، دي كمان بتحمي من الأمراض المعوية، بتخلي الريش ناعم واللون بيلمع. عايزين برضو فعلا الأعشاب دي كلها او واحدة من كل الاعشاب دي بتساعد في لمعان الريش بتاع الطيور. الاضافات دي ممكن توفر العلف وتقلل من كميته المستخدمة، وده هيوفر معانا فلوس في التربية، لان احنا ما صرفناش عن الطيور المصاريف الجامدة. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، متنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفوا القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.